مجرد أسئلة، سؤال يبحث عن إجابة. وأتمنى الشباب إذا يشوفون هذا اليوتيوب يحاولون يعثروا على إجابة. السؤال يختص بالمراجع العظام، آيات الله العظمى اللي بالعراق، اللي هم اللي جاي يحكمون العراق. ليش كلهم إيرانيين؟ كل آيات الله إيرانيين، تلقى اسمه أما آية الله الشيرازي، آية الله التبريزي، آية الله الأصفهاني، السيستاني، الطهراني، بس ما تلقى واحد عراقي آية الله. مع العلم يقال أنه التشيع تاريخيا بدأ بالعراق، بس ماكو آيات الله، وأن وجدوا هم أقل درجة أو أقل مستوى من آيات الله العظمى الإيرانيين. مع العلم أكو شيعة بالكويت، بالبحرين، بالسعودية، بلبنان، بسوريا، بتركيا، مصر. انتوا عمركم شفتوا آية الله قدع مصري؟ ماكو. فالقصة شنو تبدي؟ شلون تبدي؟ يجون للعراق يدرسون على أساس، طبعا ما نعرف شو يدرسون، ذرة، علم الفضاء، موسيقى، عرض أزياء، ما تعرف شو يدرسون. يخلصون دراستهم ولزقة واحدة بالعراق، بعد ما وين يروحون؟ لأنه أساسا آية الله ما يشتغل، بس تجي فلوس، فوين يروح؟ ما يرجع لبلده، يبقى بالعراق إلى أن انهارت دولة العراق، باعتبار العراق حاليا مو دولة، يعني ما يعتبر دولة، لا بيه جيش ولا شرطة، بس ميليشيات وكل واحد بكيفه. فسيطروا على البلد وتغلغلوا داخل المجتمع العراقي، وبدأوا يبثون ويروجون الخرافات وسخافات وطياح حظ من أجل هدف واحد. الهدف هو تدمير الجيل العراقي الجديد. يعني تلقاهم الشباب الصغار كل شيء ما يعرف، يعني تلقى اثنين شباب كل واحد عمره 16 سنة يتناقشون في شيء سخيف، وواحد يحلف للثاني بضلع الزهرة. هاي منين؟ من آيات الله العظمى. انت شوف المفارقة، نفسهم ذولي آيات الله العظمى الإيرانيين اللي بإيران دولتهم مستقرة وشبه ثابتة وبيها نظام، أما آيات الله العظمى الإيرانيين اللي بالعراق لا، عكس ذاك. ليش؟ لأنه هدفهم التدمير. والدليل على ذلك لما يطلعون بعاشور، يطلعون الناس يمشون يضربون، كل واحد يضرب له 300 كيلو متر رايح و300 كيلو متر جاي، وأعلام صفر وحمر وخضر وزرق وبنفسجية، والكلاب وراهم، والوسخ كاتلهم، وحمامات ماكو، وآيات الله ما لهم علاقة. ما يقولهم عيب، مو هذا جاي يشوه المذهب، يشوه الدين، لا ما لهم شغلة، مكيفين عليه إن شاء الله. بس السؤال هذا اللي يمشي، أنت لما تروح تضرب 300 كيلو 300 كيلو رايح و300 كيلو جاي، شنو أنت؟ سيارة؟ الله خلقكم صرتوا سيارات؟ وبعدين آيات الله العظمى ليش ما يمشون؟ ليش ما يمشون وياكم؟ اكو آية الله عظمى واحد باكستاني عمامته هلقتها مسمي نفسه النجفي، هذا حتى ابنه يقال ضابط بالجيش الباكستاني. هذا التزم، هذا بطل فيلم عمار الحكيم، التزمه وسماه ابن المرجعية، وبدأ بعمل مثل الدعاية بهاي الانتخابات، دعاية إليه حتى الناس ينتخبوه، العمار الحكيم. طيب عمار الحكيم هسه توفق وصار، طبعا صار بليونير، ملياردير صار. طيب يا أستاذ عمار الحكيم، أنت في شكل الناس هذا مو جدهم، الحسين مو جد الشيعة كلهم، جدك أنت ليش ما تمشي؟ ليش ما تمشي وتروح تزور جدك تضرب لك 300 كيلو وتصير سيارة؟ يعني بكرة إذا يطلع واحد آية الله التبريزي لو الأصفهاني ويطلع لنا بشغلة ويقول لك لا، عندنا كتاب بحار الأنهار
قال فلان عن فلان عن فلان عن الإمام جعفر الصادق إنه المفروض اللي يروح يزور كربلاء مو يروح مشي، لازم يقمص هالشكل على رجل وحدة، حتى شنو الثواب ماله يكون أكثر. تلقى بكرة كل جماعتنا الشيعة العراقيين يقمزون، وعلى رجل وحدة، لازم يقمز على رجل وحدة حتى الثواب يكون أكثر. أكو أكثر من هذه المهزلة؟ أكو أكثر من هذا طياح الحظ؟ راح العقل انتهى. ويقال انه لو طغت الطاعة لغي العقل، فاذا انت تطيع السيد وتطيع آية الله العظمى طاعة عمياء، انت شكو بعد عقلك. لو تروح المستشفى تتبرع بالمخ مالك ويخلون المكانة فد ما اريد نقول يعني لخبطة هسه افضل. وفوقها كله ليش ماكو آيات الله من بقية البشرية؟ ليش بس إيرانيين؟ وبالذات فرس، إيرانيين فرس، المعروف إيران بها عدة قوميات، بس آيات الله بس فرس، ماكو آية الله تركماني إيراني، آية الله عربي إيراني، آية الله كردي إيراني، لا، لازم يكون فارسي. احتمال الإمام علي كان فارسي وإحنا ما ندري، ما نعرفها. فالسؤال هنا اللي يريد الإجابة عليه، ليش آيات الله العظمى كلهم إيرانيين؟ سؤال جدا بسيط، وأنا شخصيا ما عندي أي نظرة دونية لآيات الله العظام، لأنه أنا بصراحة أحترمهم وأخاف منهم الناس هم يشاورون، يروحون يشاورون بي، يطلعوا لي ذيل، يطلعوا لي زعانف، وبعدين أتورط. فأعزائي المباوعين، لازم احنا نبحث على هاي، لأن المصيبة اللي نزلت على العراق هسه، وانتهى العراق تقريبا منتهي كبلد، منتهي، لأنه البلد الوحيد بالعالم ما بي جيش، بي ميليشيات يسموها الحشد الشعبي، الحشد ما أعرف إيش، هذه مو مشكلة، ميليشيات، وكل ميليشيا لها قائد، وعصابات، وقتل، ونظام ماكو، إجازات سوق ماكو، كل شيء ماكو. وآيات الله العظام قاعدين ما لهم شغلة، متونسين عليها العملية هذه. لازم نخلي حد لبلدنا، حد المصايب هاي اللي جاي يمر بها بلدنا. عزيزي المباوع، لازم احنا نتحدث مع بعض، قل لأصدقائك فكر يا أخي، بس فكر، قول ايش جاي يصير بالبلد، أنا ليش أمشي؟ أنا ليش أضرب نفسي بالسيف ويطلع دم وعلى أساسه أروح للحسين؟ ما أعرف ايش جاي يصير بالبلد أعزائي المباوعين، بس لازم نبحث عن أصول الجريمة. هاي جريمة وأصولها آيات الله العظام. وشكرا.